السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. كأس إفريقيا على وشك الانطلاق، وكلنا أمل في المنتخبات العربية إن شاء الله لتقديم نسخة كبيرة في نسخة الكوت ديفوار. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن المنتخبات العربية وتوقعاتي الشخصية في أدائهم في كان الكوت ديفوار. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سيكون جديد لنبدأ على في التفاصيل أكثر. والبداية سوف تكون مع المنتخب المصري، أكثر منتخب توج بهذه البطولة ب7 مرات. المنتخب المصري في المجموعة B مع كل من غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق. حسب رأيي الشخصي أن المنتخب المصري لطالما يكون مرشح للفوز بالبطولة، لأنه يمتلك خبرة كبيرة على مستوى المسابقة، ويمتلك لاعبين ينشطون في أكبر الأندية الإفريقية على رأسهم الأهلي والزمالك، وكذلك بقيادة محمد صلاح. منتخب مصر في المجموعات، ففي المواجهة ضد الرأس الأخضر فهي متناول، لأن الرأس الأخضر منتخب متواضع ومتوسط، كذلك موزمبيق منتخب متوسط، فيما المنتخب الأصعب في هذه المجموعة بجانب منتخب مصر هو منتخب غانا الذي يضم لاعبين كبار لاعبين ينشطون في أندية كبرى على المستوى الأوروبي، ومنتخب صعب للأمانة. لكن المنتخب المصري حسب رأيي الشخصي سوف يكون في الموعد وتقديم دور المجموعة جيدة والعبور إلى الدور المقبل. أما المنتخب الثاني فهو المنتخب الجزائري في المجموعة D مع منتخب بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا. المنتخب الجزائري أتمنى أن يكون في أفضل أحواله مع المدرب جمال الماضي، فالنسخة الماضية كانت سيئة للأمانة، بعدما كان هو من توج بنسخة 2019 في نسخة الكاميرون، خرج من دور المجموعات. لكن هذه هي كرة القدم، في المرة تكون عليك وفي المرة تكون في أفضل أحوالك تقدم مستويات كبيرة. لكن أنا أرى المنتخب الجزائري أخذ درس من النسخة الماضية، وفي هذه النسخة إن شاء الله سوف يكون أفضل في دور المجموعات. وعلى مستوى دور المجموعات لدينا ضد بوركينا فاسو منتخب صعب وقوي للأمانة، كذلك منتخب موريتاني منتخب يلعب بتكتل دفاعي في الخلف ويكون من الصعب التسجيل في مرماه. منتخب أنغولا منتخب كذلك يبقى جيد، لكن حسب رأيي الشخصي أن المنتخب الجزائري إن شاء الله سوف يكون في الموعد وتقديم دور مجموعات كبيرة والعبور إلى الدور المقبل. أما المنتخب الثالث فهو منتخب تونس في المجموعة O ضد كل من مالي، جنوب أفريقيا وناميبيا. حسب رأيي الشخصي هذه هي واحد من أصعب المنتخبات أو من أصعب المجموعات في كان الكوت ديفوار للأمانة. منتخب تونس سوف يكون أمام مهمة صعبة للأمانة، فمنتخب مالي صعب وقوي، ولاعبين المنتخب مالي ينشطون في أندية كبرى على مستوى الكرة الأوروبية والدوري الإنجليزي خصوصا، لهذا سوف يكون صعب ضد المنتخب التونسي. كذلك جنوب أفريقيا منتخب صعب وقوي على مستوى أفريقيا ويمتلك لاعبين جيدين. منتخب ناميبيا هو الأسهل في هذه المجموعة. حسب رأيي الشخصي أن منتخب تونس سوف يكون في مهمة صعبة، لكن أتمنى أن يكون في أفضل أحواله. إذا كان منتخب تونس في حالة جيدة من الاستقرار الفني والأداء اللاعبين، طبعا سوف يكون في مهمة جيدة والعبور إلى الدور القادم إن شاء الله. أما المنتخب الثاني فهو منتخب المغرب في المجموعة E في كل من الكونغو الديمقراطي، زامبيا وتنزانيا. المنتخب المغربي للأمانة ليس جيد على المستوى الإفريقي، رغم أنه قدم كأس العالم خرافية وكان رابع العالم، لكن في إفريقيا هناك ظرفيات معينة ما يجعل المنتخب يعاني، وشاهدنا في النسخة الماضية كان يعاني للأمانة. لكن أتمنى أن تكون هذه النسخة أفضل للمنتخب المغربي ويكون في تطلعات الجماهير المغربية. فدور المجموعات التوقع هو العبور إلى الدور القادم متصدر للمجموعات، لأن مجموعة تبقى متوسطة، لكن في الوقت الرهين أفريقيا لم يبقى هناك منتخب سهل، وأصبح الكل يريد المنافسة والكل يريد الفوز على منتخبات كبرى. لكن حسب رأيي أن المنتخبات العربية سوف تكون في الموعد وتقديم كان خرافي إن شاء الله والعبور إلى الأدوار القادمة، ولماذا أن يكون تتويج عربي خالص إن شاء الله.